الوقت مش بس بيضيع، ده بيتسرق منك وانت واقف بتتفرج. عمرك قعدت تفكر هو انا بعمل ايه بوقتي؟ ليه كل يوم بيخلص وانا حاسس اني ما عملتش حاجة مهمة؟ الموضوع مش في انك مش شاطر او مش مركز، لا، في شوية اخطاء صغيرة شبه العادات اليومية اللي بتفتكر انها عادية جدا، لكن في الحقيقة هي اللي بتاكل عمرك سنة ورا سنة. تخيل كده لو جمعت كل دقيقة مهدرة هتكتشف ان في شهر ممكن يطير منك اسبوع كامل، وفي سنة شهور كاملة من عمرك راحت من غير اي انجاز. والكارثة انه طبعا مفيش زرار رجوع، الوقت اللي راح خلاص مش بيرجع. وعشان كده في الفيديو ده هقولك على 5 اخطاء قاتلة بتضيع وقتك. بس الأجمد من كده إننا هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونشوف إزاي تتفادى كل غلطة. صدقني لو مسكت نفسك وطبقت حتى حل واحد بس من اللي هقولك عليه، حياتك هتتغير 180 درجة. الخطأ الأول السوشيال ميديا. خلينا نبدأ بأكبر لص للوقت في العصر ده، السوشيال ميديا. أنت مش محتاج أقولك قد إيه بتسحبنا، لكن اللي يمكن ما تعرفوش إن الموضوع متصمم كده عشان يسرق انتباهك. اللي بيحصل إن كل مرة تعمل سكرول دماغك بياخد جرعة صغيرة من هرمون الدوبامين، وده نفس الهرمون اللي بيخليك تدمن الأكل السريع أو الألعاب أو حتى المخدرات. يعني انت مش ضعيف، انت داخل ملعب اتصمم عشان تمشي فيه بالريموت. تخيل نفسك دخلت ملاهي، كل لعبة شكلها مغري، تقول اركب دي 5 دقايق وبعدين اروح، فجأة تلاقي نفسك لفيت كل الألعاب والنهار خلص. ده بالظبط اللي بيحصل مع السوشيال ميديا. تبدأ بفيديو شورت أو بوست واحد وتلاقي ساعتين من عمرك اتبخروا. المصيبة مش بس في الوقت الضايع، المصيبة في دماغك. بعد ما تسيب الموبايل بتحس انك مرهق، مش قادر تركز، وكأن طاقتك كلها اتسحبت. النتيجة يومك طار وانجازك صفر. الحل هنا مش انك تبطل السوشيال ميديا خالص، لا، خلينا واقعيين. الحل انك ترجع تمسك زمام الموبايل، مش هو اللي يمسكك. حدد وقت ثابت ليه، زي 20 دقايق في اليوم بالليل. استخدم ابلكيشن يقفلك البرامج بعد وقت محدد. والأهم خليك ذكي وخليها مكافأة بعد الشغل أو المذاكرة، مش بداية اليوم. صدقني أول مرة هتكتشف إنك قادر تحط حد لنفسك، هتحس بقوة وسيطرة عمرك ما حسيت بيها. الخطأ التاني تعدد المهام. في ناس كتير عندها قناعة غريبة إنهم لو بيعملوا كذا حاجة في نفس الوقت كده بينجزوا أسرع. الحقيقة لأ، ده أكبر وهم ممكن تصدقه. دماغك مش مصممة تركز في 3 أو 4 حاجات في نفس اللحظة. كل مرة بتحول تركيزك من حاجة للتانية بيضيع منك ثواني ودقايق، ومع التكرار بيضيع ساعات كاملة من غير ما تحس. تخيل نفسك سايق عربية وفي نفس الوقت بتكتب مسج وبتشرب قهوة وبترد على مكالمة. إيه اللي ممكن يحصل؟ أكيد هتعمل حادثة. دماغك بالظبط كده مش هتعرف تدي كل حاجة حقها، وفي الآخر الجودة بتاعت شغلك هتبقى ضعيفة. خليني أديك تشبيه أبسط. الكمبيوتر لو فتح 100 برنامج في نفس الوقت هيهنج رغم إنه جهاز ومعاه معالج قوي، فما بالك بدماغنا؟ لما تدي تركيزك كله لحاجة واحدة النتيجة بتبقى أسرع وأدق. الحل سهل جدا، اكتب اللي وراك بالترتيب، ركز في مهمة واحدة لحد ما تخلصها، بعد كده انقل على اللي بعدها. جرب الموضوع ده يوم واحد بس وهتتفاجئ قد ايه انجازك زاد وانت مرتاح ومش مضغوط. الانجاز مش انك تعمل 10 حاجات نص نص، الانجاز الحقيقي انك تخلص حاجة واحدة صح وبجودة عالية وبعدها تكمل اللي وراها. الخطأ الثالث التأجيل والتسويف. ايوه يا معلم، الخطأ اللي بيضيع احلام ناس كتير، التسويف. تقول هبدأ بكرة، اصحى بدري من يوم الحد، خلينا اخلص الحلقة دي الاول، وفجأة تلاقي الايام جريت ومفيش حاجة اتعملت. المشكلة ان التسويف مش بس بيأجل الشغل، ده كمان بيسرق منك راحة بالك. طول ما الحاجة لسه ما اتعملتش بتفضل في دماغك كأنها حمل تقيل، وده بيخليك عايش في توتر مستمر. الحل جرب قاعدة ال5 دقايق. أي مهمة مش قادر تبدأها قول لنفسك هشتغل عليها بس 5 دقايق. المفاجأة إن بعد ال5 دقايق دول هتلاقي نفسك دخلت في المود وكملت من غير ما تحس. السر مش إنك تخلص الحاجة كلها مرة واحدة، السر إنك تبدأ. البداية الصغيرة هي اللي بتفتح لك الطريق لإنجاز كبير. الخطأ الرابع مفيش خطة لليوم. تخيل معايا واحد نازل من البيت من غير ما يعرف هيروح فين، هيفضل يلف ويدور في الشوارع يضيع وقته وبنزينه، وفي الآخر يرجع البيت من غير ما يحقق حاجة. ده بالظبط اللي بيحصل معاك لو بدأت يومك من غير خطة واضحة. بتلاقي نفسك متنقل من مهمة صغيرة لتانية، بترد على مكالمة، تدخل السوشيال ميديا، تعمل اي حاجة عشوائية، واليوم يخلص وانت مش عامل ولا انجاز. العقل البشري بيحتاج خريطة يمشي عليها والا هيفصل ويتشتت. والخطة مش لازم تبقى معقدة او 20 مهمة فوق طاقتك، لا، الحل ابسط من كده. قبل ما تنام اكتب 3 اولويات بس لليوم اللي بعده، 3 حاجات اساسية لو خلصتهم
تعتبر يومك ناجح 100%. الفكرة مش انك تكتب لستة طويلة وتغرق فيها، بالعكس السر انك تدي لعقلك اتجاه واضح. اول ما تصحى تبقى عارف ايه الهدف وايه اللي هتركز عليه، كده وقتك هيمشي في طريق محدد ومش هيضيع في دوامة التفاصيل. الخطأ الخامس الناس السامة والحوارات الفارغة. في نوع تاني من سرقة الوقت مش ليها علاقة بالموبايل ولا بالسوشيال ميديا، لا المرة دي السرقة جاية من الناس. عارف القعدة الطويلة على القهوة اللي بتبدأ بنص ساعة وتنتهي ب4 ساعات كلام ملوش أي معنى، أو المكالمات اللي كلها حوارات فاضية، شكوى أو سلبيات، وفي الآخر تلاقي دماغك تقيل ومفيش أي حاجة اتغيرت. الخطير انك ساعات ما بتحسش ان ده ضيع وقتك، بتحس انك بتسلي نفسك، لكن في الحقيقة وقتك بيتاكل وانت مش واخد بالك. والأسوأ من كده لو الناس دي كمان عندها طاقة سلبية أو سمية، هتلاقيهم بينزلوا من حماسك ويحبسوك في نفس الدائرة. الحل انك تتعلم تقول لا. تقول لا للقعدة اللي مش هتضيف لك حاجة، لا للمكالمات الطويلة اللي بتستنزفك. وقتك أثمن بكتير من انك تسيبه للي عايز يضيعه. ادي وقتك للناس اللي بتديك طاقة حقيقية، او لمجهود يخليك تتطور، او حتى الراحة نظيفة تخليك ترجع اقوى. تخيل كده لو كل ساعة كنت بتأديها في حوار فارغ استغلتها في حاجة صغيرة مفيدة، تعلمت مهارة، سمعت بودكاست، او حتى ريحت دماغك، حياتك هتغير 180 درجة. انا شخصيا كان عندي عادة اني افتح الموبايل اول ما اصحى، اقعد نص ساعة اتفرج على اي حاجة. كنت بقول لنفسي دي راحة الصبح، لكن لما جمعت الوقت ده لقيته بيضيع لي شهور في السنة. لما بدأت اكتب خطة صغيرة لليوم واخلي السوشيال ميديا في وقت محدد، لقيت نفسي انجزت حاجات عمري ما كنت متخيل اني الحق اعملها. الفكرة مش انك تلغي المتعة او تمنع نفسك من السوشيال ميديا او القهوة مع اصحابك، لا الفكرة كلها في انك تتحكم في نفسك. زي ما بتتحكم في مصروفك عشان ما تفلس، لازم تتحكم في وقتك عشان ما يضيعش، لان بصراحة الوقت اثمن من اي فلوس. بص يا صاحبي، الوقت هو راس ملك الحقيقي. الفرق بين شخص ناجح وشخص عادي مش ان واحد اذكى او اغنى، الفرق الحقيقي ان واحد بيستغل وقته صح والتاني بيسيبه يضيع. انت النهاردة عرفت 5 اخطاء بتضيع وقتك. خطوتك الجاية بسيطة جدا، اختار غلطة واحدة بس من ال5 دول وابدأ صلحها من دلوقتي، مش بكرة ولا بعدين، لازم من دلوقتي. لما تسيطر على وقتك حياتك كلها تتغير. ولو الفيديو ده فادك اعمل خير وشاركه مع اصحابك، وخليك فاكر وقتك عمرك، ما تسيبوش يضيع. سلام.